ده حرفيا اسوأ منتج انت ممكن تجربه من بلبن. هو بيجي كده عامه بالظبط، بيجي مشروب نصه كده او ربع بالظبط. بص انت متخيل انت تشتري منتج من بلبن يجي لك ناقص كده؟ هل بلبن فعلا راحت عليه؟ هل بلبن بقى فعلا يا جماعه بيضحك علينا ان هو بيسرق المنتجات وبياخدها يقلدها ويعملها كوبي بيست من مكان تاني كان عاملها؟ فانا مش عارف الصراحه، هل فعلا بلبن من ساعه اللي حصل له ده، من ساعه ما قفل كل فروعه وهو مش عارف يرجع شبه الاول وخلاص كده بوخ خالص؟ الصراحه انا شايف ان هو بوخ خالص. بس انا عندي مشكله واحده، ان ازاي اوردر يطلع ناقص كده بالشكل ده؟ هو تقريبا كده كل الاوردرات طالعه ناقصه بالشكل ده، ومش انا الوحيد اللي اتكلمت عليها، شفت ناس كتير جدا برضو بتتكلم عن الموضوع، ان المنتج الجديد اللي بلبن عامله بيطلع ناقص كده بالشكل ده، وده تقريبا اكتر حاجه ناقصه. هل هم بيطلعوه ناقص كده؟ مع ان في الفيديوهات وفي الصور هو مش كده نهائي، بس لما تيجي تطلب منتج بيجي لك ناقص كده بالشكل ده. مش عارف الصراحه. يلا بينا نبدا. سعر المنتج ده الواحد ب 80 جنيه، فيلا احنا يعتبر جبنا كل المنتجات منه الا نوع واحد بس وهو البندق، فيلا بينا نجرب. جبنا بقى مانجا، جبنا فراوله، جبنا بلو بيري، المفروض ده بلو بيري، جبنا كمان مستكه، جبنا كمان شوكليت، وكمان مش عارف كراميل ده ولا لوتس، مش فاكر الصراحه، بس تقريبا ده كراميل. المنتج صاحب 80 جنيه. بصوا ده بيبقى شكل المنتج. هو عامه فكره المنتج ده مسروقه من مكان اسمه مش فاكر اسمه بالظبط، مكان كان موجود في التجمع، كان عامل برضه نفس الترند ده، بس كان عامله موهيتو. لبن بقى عامله المفروض ان هو عامله ميلك تشيك، كاتب عنده ان هو ايس كريم ايطالي، وواخد كمان حليب مكثف، وواخد التوبنج بقى اللي انت عايزه، اللي هو الصوص بقى مثلا ايه، المانجا، الكلام ده كله. هو طبعا مش واخد كل الكلام ده، حتى في الفيديوهات لما بيصوروها مش بياخد اي حاجه غير ايس كريم وصوص. فتعالوا نبدا اول حاجه بايه. انا الصراحه في حاجه بقى انا مستغربها، ازاي المنتجات طالعه ناقصه كده؟ ازاي يا جماعه بجد؟ ازاي ممكن واحد يشتري منتج ناقص كده؟ يعني مع ان في الفيديوهات وفي الصور مش ناقص كده. مش فاهم، هل ده الدليفري بيشربهم؟ يعني اكيد، اصل اكيد مش كل الدليفري اللي بيوصلوا المنتج ده بالذات بيشربوه، اكيد بلبن بيطلعهم كده. مش عارف الصراحه. تعالوا نبدا اول حاجه من على اليمين للشمال، نبدا تدريجيا كده بالمانجا، بعدها الفراوله، بعدها البلو بيري اللي انا مش متفائل بيه خالص. تعالوا نشوف. بص الدبدوب الصراحه حجمه حلو، يعني هو حجمه كبير صراحه، جميل جدا، شكله جميل جدا. هتلاقوا برده بلبن طبعه عامل اسطمبه مخصوص يعني مكتوب عليها بلبن، والمنتج ده اسمه الصح ندحم بوه، والواد طالع لابوه الصح ندحم. الصراحه اسم المنتج مش لطيف خالص. بس انا اكتر حاجه مزعلاني ان هو اخد كوبي بيست حرفيا من المكان ده، عمل في المكان ده مفيش اي ابتكار، مع انه عمل اسطمبه جديده. يعني ممكن بالاسطمبه الجديده دي بدل ما يعملها كوبي بيست كان يعمل يبتكر يعني ويعمل. ده لو كان هو بيبتكر اصلا ما كانش كل الحاجات اللي فاتت دي كان سريعه. يلا بينا نبدا اول حاجه بالمانجا. تعالوا كده نشيل كل ده على جنب، نرصهم مثلا كده. اوه الدبدوب ده بتاع الدبدوب ده. بس هو عاجبني فكره الشكل ده. اول طعم معانا وهو طعم المانجا. نرج كده، بسم الله. جاي ناقص الصراحه، مش متفائل، بس ايه، تعالوا ندوق. بسم الله. طعم المانجا باين فيه قوي، طعم المانجا حلو، بس عارفين حاسس ان انا بشرب فوم مانجا. حرفيا انا حاسس ان انا بشرب فوم مانجا. انا لو اشتري فوم مانجا ب 80 جنيه ما اشتريهوش احسن. بولة ايس كريم مانجا هتشتريها هيبقى طعم المانجا واضح فيها عن المنتج ده. تعالى ندخل على تاني طعم وهو الفراوله. بص ده شكله، بص كمان شكله من ورا مكتوب عليه بلبن. نرج الفراوله، نفتح. هو اصلا المنتج ده بيتشرب اكتر من مره، يعني ليه اكتر من استخدام، مش استخدام مره واحده بس. بسم الله. الزبادي فراوله ومسكر اوفر، مسكر قوي. الصراحه مش عارف له هل ده بيتشرب وهو كده ولا بيبقى ايس كريم. انا مش فاهم المنتج ده عباره عن ايه اصلا لحد دلوقتي. هما طعم اصلا يعني حرفيا طعم ايه، اقول لكم ايه، زبادي فراوله حرفيا. تالت طعم بقى وهو النص دبدوب. نص دبدوب هتشتريه هيجي لك نص كده بالظبط. ده بلو بيري، شكله الصراحه ما يسرش. مش اللون ده. ده المفروض بلو بيري. اوه ده علبه مفتوحه. رجيتك الجميله. انا مش فاهم هو عامل كده ازاي. بسم الله. وده ايه؟ في ريحه جهينه، ميه قوي اهو. انت عارف هو ده ايه؟ ده حرفيا ده حليب. ده تحس ده ان انت بتشرب حليب مكثف محلى. ده حرفيا حليب مكثف. ده انا ممكن ايه اديه لاخويا الصغير مثلا يشربه كده وهو رايح المدرسه مثلا وهو لسه صاحي كده. ده مفيش حد كبير يشربه. تعال ندخل على اللبان او المستكه. بص شكله عامل ازاي. شكله الصراحه قريب قوي للسبع الوان. ندي رجه.
مش عارف الصراحه هل هو بيترجى ولا لا، بس هو منتج غريب. المشكله ان هو مش متبرشم ولا اي حاجه. ريحه الوان صناعيه ايه للصبح دي. بسم الله. الباودر بتاعه باين قوي. لبن ميدو. صدقني لبن ده احسن من ده. مش عارف الصراحه ده هيعجب البنات قوي، بس يعني مش عارف هيقدروا ازاي يشربوه. طعمه وحش قوي يا جماعه. انا في حاجه مستغربها، انا بلبن بجد ما كانش فيه منتج بيعمله وحش. مش فاهم الفتره دي بقت كل المنتجات اللي بيعملها وحشه. مش فاهم ايه الهبل ده. تعالوا ندخل على الشوكليت. الصراحه هو شكله تحفه. ده اشيك شكل في كل اللي جه يا جدعان. دوبي 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 دوب. بسم الله. شكله جامد قوي تصدقوا. يبقى طعمه حلو. بسم الله. هو حرفيا كاكاو بالحليب. بس حلو. حرفيا عارفين الكاكاو الخام هو ده. هو حلو. لا هو يعني ده يعتبر احلاهم اصلا. هو الحليب المكثف اللي احنا شربناه. لا بس ده حلو. حلو بس مش ده الكواليتي اللي تشتريه. والمانجا. لا دي يا عم مانجا ايه؟ مانجا تجيب صداع. اخر حاجه بقى ندخل عليها وهو يا كراميل يا لوتس. مش عارف الصراحه. بصوا شكله مكتوب هنا بقى كمان السحن دحن بو. هو ايه اللي انت حاطط ايدك عليه ده؟ هو معمول كده والله. وريهم. بعدين انا في حاجه مستغربها، ازاي قفلوا البتاعه دي؟ يعني هل عندهم صبر كل واحده لا يقفلوها؟ هي تبقى مقفوله كلها كده جاهزه وبيعبوا على طول. بتتعبي دي بتتركب ازاي؟ ايوه يا عم كليبس عادي، ما دي بتتحط فيها اول ما تخش. يعني واحد ركبها؟ يا عم عادي. صعب جدا. وريني بس وريني تفاصيل الدبدوب. تعال بص تفاصيل الدبدوب. عندك هنا وش الدبدوب، عندك ودانه، عندك هنا دي راسه، هي راسه اللي بتدخله منها المعلومات، عندك هنا كمان بطنه، دي خطيبه. عندك هنا دراعاته، ايده. عندك هنا رجله، هنا عندك كمان اللوجو بلبن تدي رجه جميله. عارفين الهدف من الرجه ايه؟ الصوص اللي هم بيكبوه فيها. بيوم. بسم الله. ده لوتس. لوتس. انا باكل بسكوت لوتس. ايه ده؟ حرفيا يا جدعان انا لو مغمض عيني والعصير ده مش سايل هقول عليه لوتس. لا طعم اللوتس جامد قوي بس سكر اوفر قوي. بص تعالى ايه نرص كده كل اللي عجبنا. عندك اكتر حاجه عجبتنا الصراحه الشوكليت، وراها على طول الحليب اللي هو الحليب المكثف، يجي وراه على طول اللوتس، ممكن يجي وراه المانجا، ممكن يجي وراه الفراوله، اخر حاجه ده الصراحه ده ما يجيش اصلا. الصراحه طعمه وحش جدا. الصراحه التجربه كاوفر اول مستحيل اجربها تاني. يعني حرفيا التجربه كاوفر اول مستحيل اجربها تاني. منتجات شبه سيئه قوي. حساب عامل كام؟ الحاجات دي كلها عامله 500 وحاجه تقريبا. يعني الواحده عامله 80 جنيه اضرب 80 جنيه في 6. الصراحه تجربه ما اتمناهاش لحد. ما انصحش حد الصراحه ان هو يجربهم. منتجات فاشله جدا ككل حاجه. من اول الفكره اصلا ان هي فكره مسروقه لحد المنتج طعمه النهائي مش حلو جدا. مش حلو نهائي. 80 جنيه شايفه كتير جدا على منتج شبه ده ما فيهوش قيمه اصلا بيقدموها لك. هو عباره عن فوم. المفروض ان ده ايس كريم اصلا، المفروض ده ميلك شيك مثلا، لكن ده مفيش نهائي. مش مبسوط الصراحه. هنبدا واحده واحده. الحاجات الجديده اللي بلبن هنجيبها مش هنجربها. وحمله ما تجريش ورا العيال. وبنشجع بقى في الفيديو ده حمله ما تجريش ورا الاعلانات عشان ما تتسوحش. لازم تجري ورا حاجه قيمه كده وتسمع حد قيم، تشوف الحاجه اللي انت هتجيبها هتطلع شبه الاعلان ولا لا. بس صراحه تجربة وحشة جدا، سيئة سيئة سيئة. واستناكم بقى اللي جرب المنتج ده اللي هو اسمه السحن دحن بو. يعني اللي جرب المنتج ده يكتب في الكومنتس، واللي ما جربوش نصيحتي ليك يعني ما تجربوش خالص. لو لسه بقى ما عملتش لايك للقناة اعمل، ما عملتش سبسكرايب هستناك برضه تعمل. ويلا سلام.